شنو تتوقعون بسوي معكم اليوم؟ احنا قلنا امس انه خلاص امس اخر طبق خفيف. طبعا اللي عندهم دوامات باكر ومدارس الله يعينكم وحاسه فيكم. المهم اتوقع من هذا راح تعرفون شنو بسوي. بسم الله. ها عرفتوا؟ طبعا مو الحين بروح اتبخر واتعطر، لازم احنا حق الطبخه نتبخر قبل، مو تعودتوا علي. ويلا بسم الله نبتدي وصفة اليوم. بسوي معاكم بصلية دياي. اللي قالوا بصلية انتوا صح. هذا الفيديو اللي ذاك اليوم شفته وقلت لكم بسوي الطريقة بس على دياي. اول شيء نحتاج طبعا اكيد دياي نقصه كذي انصاف، وحق كل دياية اهم شيء بهالطبخة شنو؟ البصل. نبي كمية راهية من البصل حق كل دياية 10 بصلات كبار حق كل دياية، ها، وتقصونه كذي أجنحة. نحط البصل بالجدر. بسم الله. شوفوا كمية البصل تقريبا نص الجدر. أنا بسوي دياية ونص. الحين بتبل الدياي بالبهارات، نفس البهارات اللي بحطها على الدياي أحطها بعد على البصل. هذه بهاراتي. أول شيء كزبرة بودر، أحط شوية، استخدم إيدي أفضل عشان أعرف أوزعه. اوكي، كزبرة بودر وكركم وبهار مشكل. انا مستخدمة بهار هاون، انتوا عاد استخدموا البهار اللي تحبونه. اوكي، ونفس البهارات بحطها على البصل. طبعا الطبخة هذه ما راح نستخدم فيها ولا نقطة ماي، اوكي، بنعتمد على ماي البصل فقط. عشان كذي احنا حاطين كمية كبيرة من البصل. علشان اطلع ماي البصل لازم شنو اضيف؟ ملح. اوكي، تنسون الملح. ونضيف الحين نفس البهارات اللي حطيناها على الدياي. كزبرة، نحط كل الكزبرة، بهار مشكل، وشوية كركم. اوكي، راح اخلط البصل مع البهارات. حطيت البهارات والملح وفرقت البصل بالبهارات والملح. الحين بضيف سمن، مفروض زيت بس أنا بضيف سمن، أنا أحب نكهتها أكثر. وبنات إذا بتسوونه على لحم مثلا ذبيحة فيها دهن، لأن أنا الطبخة اللي شفتها كانوا مسوينها على ذبيحة ما شاء الله، فالذبيحة فيها دهن يعني ما يحتاج يضيفون سمن. أوكي، الحين شو نسوي؟ نصف الدياي فوق البصل. الدياية الثالثة، وبضيف ملح حق الدياي ما ملحته. والوصفة اللي شفتها الوصفة الأصلية كانوا مسوينها بجدر ضغط، بس أنا ما أحب أستخدم جدر الضغط، أخاف منه، فبسويها بالجدر العادي، وأتوقع إن شاء الله بتضبط لأن أنا مسوية شيء مقارب. تذكرون يوم أسوي معاكم المصلي البحريني؟ تقريبا هو يعني وايد قريب من المصلي البحريني، بس المصلي البحريني فيه نخي وتتبيلة الدياي شوية مختلفة. اللي ما شافت وصفة المصلي البحريني كتبي باليوتيوب بنت الهاشمي على قناتي تلقين فيها وصفة المصلي. اوكي، وهذيك تحطين العيش على طول فوق الدياي، يعني هذه شوية مختلفة. فعادي اتوقع راح يضبط بالجدر العادي. اهم شيء ان نسكره عدل. ايش دعوة برادة الماي كذي اشتغلت خرعتني. المهم نغلفه عدل بالقصدير عشان لا يطلع منه البخار ويستوي الدياي. غطيت الجدر بالقصدير، شوفوا شلون غطيته عدل، لازم تكتمونه عدل ما تطلع ولا نتفة بخار علشان يستوي الدياي على بخار. غطيت الجدر بالقصدير، شوفوا غطيته عدل، لازم تكتمونه عدل ما تطلع ولا نتفة بخار علشان يستوي الدياي على بخار. غطيت الجدر بالقصدير، شوفوا شلون غطيته عدل، لازم تكتمونه عدل ما تطلع ولا نتفة بخار علشان يستوي الدياي على بخار.
البصل، اوكي، لانه ماكو ماي فلا تخلون منفذ حق البخار. اول 5 دقائق تخلونه على نار عالية لما بس يعني يحتر الجدر شوية، بعدين تقصرون على الشولة وتتركونه ساعة كاملة. اهم شيء تأكدوا ان انتوا كاتمين الجدر صح، ما نبي البخار يطلع. وفي بعد شغلة مهمة تقدرون تضيفون، تحطون فوق الدياي لومي، دارسين عدل، فلفل حار، علوب، كيفكم الإضافات اللي تحبونها. أنا ما ضفت ولا شيء، بضيف إن شاء الله حق العيش. وبعد مرور ساعة بالضبط بنشيك على الدياي. شوفوا البخار ما شاء الله شلون القصدير منتفخ. خلينا نشوف. طبعا ما ضفنا ماي كلش. الريحة عجيبة. لا احترق بالبخار مرة ثانية. واو مستوي الدياي. طبعا واضح. شلون اعرف ان الدياي مستوي؟ لما ينفصل اللحم هني عن الساق، يعني الدياي استوى. يا جمال شكله. خل اتاكد. لا مبلا كاحة الجناح مستوي تمام كذي. خلص الدياي. تشوفون الماي اللي طلع من البصل. الحين بطلع الدياي. اللحم عادة هم يقدمونه كذي، ما يقلونه ما يحمرونه. انا لان دياي فبدخله الفرن يتحمر، اوكي. هم ما يحمرونه، يقدمونه كذي. يلا نطلع الدياي. حلوة الوصفات اللي ما فيها تعب، تحطين مقاديرك وتنسين الطبخة. نحط الدياي بصينية الفرن. انفصل عن بعض. تشوفون البصل منهرس ذايب. طبعا بستخدمه انا، بحطه على العيش. تقدرون تستخدمونه كحشو، تستخدمونه حق طبخة ثانية، كيفكم. خل اشيل هالجدر ونحط جدر العيش. بسم الله. وحق العيش بحط سمن، قفشة سمن، اوكي. وبحط جزر مقطع كذي شرايح، وبحط العيش سول ومنقوع. بحط الملح وبحط شوية من حمسة البصل، اوكي، عشان تعطينا طعم لذيذ. وهذا الملح. وأضيف الحين الماء حار. بسم الله. بس كذي كافي، ما نبي نزيد الماء. واحط كم فلفلة كذي على الوجه وبس، وخلصنا. انطر العيش ينشف مايه، بعدين اصر على الشولة واغطي ماعوني واتركه ربع ساعة 20 دقيقة ويكون جاهز. الحين بدخل الدياي الفرن. الدياي بس بحط له منقوع الزعفران، اوكي، زعفران منقوع بماي مع صبغة زعفران، احطه على وجه الدياي وادخله الفرن يتحمر. سلامتكم وتعيشون. سهلة الوصفة مو؟ وكذي عيشي نشف مايه. يلا نقصر على الشولة الحين، نتركه على نار هادية.
طبعا نغطي الماعون لازم. حطيت منقوع الزعفران على الدياي. اوكي الحين بحط زبدة كذي، قطعة زبدة على كل قطعة دياي بهالطريقة. اوكي وهذه الثانية، وبس هدخل الفرن من فوق. بس قلت لكم اذا لحم تاكلونه عادي ما تحمرونه، بس لانه دياي احلى نحمره. والعيش استوى، يلا ننشب طبختنا اللذيذة. يلا بسم الله ننشب. طبعا ادري ودكم ننشب على شيلة، بس والله ماكو وقت بنات، تأخر الوقت عندي بعد كم شغلة بسويها قبل لا انام، فاليوم يلا ننشب بدون شيلة. ايش رايكم؟ طبخة سهلة صح؟ تغيير عن المعتاد، طبخة جديدة. طبعا اكيد على لحم تطلع ألذ، بس انا لأن خلاص اكتفيت من اللحم بالمزرعة ما بيسويها على لحم. احس الناس ناموا وراهم دوامات ومدارس، وانا متفرغة بالمطبخ اسوي عيش ودياي صح؟ والدياي تحمر نحطه فوق العيش. بسم الله. نحط الدياية الثالثة. طبعا البصل اللي شو اسمه اللي كان تحت الدياي ما ينقط، حطوه كذي ترى لذيذ، تاكلونه كأنه حشو، وتقدرون تحطونه بالفريزر تستخدمونه بعدين حق طبخة ثانية. بس لا والله احنا بنحطه وبناكله وعلينا بالعافية. بحط الفلفل اللي حطيته فوق العيش هذا، بحطه كذي ازين فيه، وكم شريحة ليمون كذي على الماشي، ورشة بقدونس إذا عندكم ما يمنع، وخلصنا. أهم شيء الكروكس اللي أنا لابسه، تسمعون صوته؟ نحط شريحة هني بعد. إزعاج. وما شاء الله تبارك الرحمن خلصت بصلية الدياي اللذيذة، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. تقدرون تسوون دقوس تقدمونه معاها أو سلط، أنا قدمت معاها خضرة. تدرون الخضرة عندي شيء أساسي وبس. والله يلا انتظر تطبيقاتكم اللذيذة. طبعا الفلورز اليدد الحين بينصدمون، عيش هاي هالحزة حبايبي، أنا أطبخ بالليل لأن هذه وجبتي الرئيسية. أوكي اتفقنا، لأن أنا مخربة نومتي عشان لا حد يستغرب. وايد حابة الطبق، وايد شيء جديد ومختلف. وبنات العيش المستخدم عيش تموين الكويتي. ويلا عن إذنكم بنت عشة، باي.